في سر واحد بس لو عملته هتضاعف فلوسك لو انت فريلانسر او فيديو اديتور، وهتلاقي العملاء اللي بيجروا وراك مش انت اللي بتجري وراهم. المشكله مع اي فريلانسر في بدايه طريقه وهو بيتعامل مع اي عميل هو انه بيركز ان هو يعرض نفسه ويبين للعميل ان هو اكتر حد بروفيشنال في مجاله، ولكن بينسى اهم حاجه وهي انه يخلي العميل يحس ان هو محتاجه. والسر ده مش انك تكون احسن فيديو اديتور او فريلانسر عامه، السر هنا انك تساله الاسئله الصح اللي تخلي العميل يقنع نفسه ان هو يشتغل معاك مش انت اللي تقنعه. وده الاسلوب اللي كل رجال المبيعات الكبار بيستخدموه. النهارده انا هعلمك ازاي تسال العميل كل الاسئله اللي هتخليه يقنع نفسه ان هو عنده مشكله، وكمان يقتنع ان خدمتك دي احسن خدمه موجوده. طب انت اكيد دلوقتي بتسال ليه اصلا المفروض اسال العميل اسئله؟ مش المفروض هو اللي يسالني وانا اجاوب عليه؟ انا جاي اقول لك ان الكلام ده كله غلط، والكلام ده هو اللي اغلب الناس لما بتعمله ما بيعرفوش يوصلوا للعميل اللي هم عايزين يوصلوا له، او حتى لما بيوصلوا للعميل مش بيعرفوا يبيعوا خدمتهم بشكل صح. والغلطه هنا ان هم بيسالوا اسئله سطحيه جدا، زي مثلا ايه احسن ستايل مونتاج حضرتك بتحبه؟ الاسئله دي ولا هتوديك ولا هتجيبك، بالعكس هتخلي فيه ملل في الموضوع ومش هتخليك مركز على النقاط الاساسيه. والنتيجه بتاعت الموضوع ده ان العميل مش هيرد عليك اساسا، او لو رد عليك هيرد عليك بكلمه او كلمتين، هتحس ان هو مش مهتم. والحل للموضوع ده هو ان انت تسال العميل اسئله محدده جدا تخليه يعرف ان هو عنده مشكله وانك هتساعده يحلها. ولما تساله اسئله عميقه هتلاقيه بيتكلم معاك اكتر وبيعرفك تفاصيل ممكن ما يكونش مقرر ان هو عايز يقولها لك اساسا، ودي اساسا خدعه في علم النفس. فازاي بقى تخلي العميل يعترف ان هو عنده مشكله بنفسه؟ بس قبل ما اقول لك ازاي، انت لازم تكون عارف ان انت لازم تعرف العميل ان هو عنده مشكله عشان خاطر انت اللي هتيجي تحلها. يعني مثلا العميل لو عنده مشكله ان الناس ما بتكملش الفيديو للاخر مع ان السكريبت بتاعه حلو جدا، ده ممكن يكون بسبب ان الفيديو فيه سكوت او ما فيهوش قطعات كويسه او ما فيهوش اديتنج قوي. فالحل بتاعك هنا هيجي ان انت هتعمل له اديتنج كويس جدا، فبالتالي الناس هتكمل الفيديو للاخر. فهنا انت هتسال اسئله اكتشافيه. الاسئله دي فكرتها هي ان انت هتعرف من العميل المشاكل اللي بيواجهها بس من غير ما تقول له ايه المشكله اللي بتواجهها. هتبدا معاه تستكشف الموضوع. يعني على سبيل المثال انت هتقول له ايه المشكله الوحيده اللي مخليك لغايه دلوقتي الفيديوهات بتاعتك ما بتجيبش فيوز، فهو هيقول لك المشاكل اللي هو بيواجهها. انت واحده واحده بتجمع المكعب اللي انت هتملاه وتعرف المشكله اللي عند العميل. وتاني حاجه بقى اسال اسئله تخليه يوضح مشكلته بس بشكل اكبر. يعني على سبيل المثال لو قال لك انا متضايق ان الفيديوهات بتاعتي ما بتجيبش فيوز خالص والكلام ده كله، فانت هتقول له طيب ليه حضرتك شايف ان هي ما بتجيبش فيوز؟ فهيبتدي يقول لك المشاكل اللي بتواجهه. ممكن يقول لك مثلا عشان خاطر الناس ما بتكملش الفيديو الاخر، عشان خاطر الفيديوهات بتبقى ممله. فساعتها انت جمعت عرفت نقطه ضعف هتلعب عليها في اخر المكالمه، وهتقول له ان المشكله اللي حضرتك بتواجهها دي انا عندي الحل ليها. انا كنت زي اي شاب تايه، كل يوم بسال نفسي ابدا منين واتعلم ايه، وكنت حاسس اني مهما اتعلمت مش هلاقي طريقه اعمل بيها فلوس. ويمكن انت برضه وانت تتفرج على الفيديو انت تايه زي ما انا كنت تايه زمان، وبتدور على اي طريقه تخرجك من دايره التفكير والتجريب اللي ما بتخلصش دي. لكن عايز اقول لك الموضوع اتغير معايا تماما لما بدات اشتغل على نفسي بجد. ومش بس اتعلمت مهاره، لكن اتعلمت مهاره الدخل العالي زي المونتاج والجرافيك ديزاين. وغير كده اتعلمت ازاي اتعامل مع العملاء، ازاي اتكلم، ازاي ابيع، ازاي اقفل صفقات. بس اكتر حاجه فرقت معايا هي العقليه، وازاي اصلا افكر كصاحب شغل مش بس واحد جاي يتعلم وخلاص وبياخد سبوبه كده. وده بالظبط اللي احنا بنعلمه لك في برنامج الثلاث شهور اللي احنا بنقدمه دلوقتي. بتتعلم فيه مونتاج من الصفر لغايه لما تعرف تعمل اشهر 7 ستايلات في السوق، وبتتعلم كمان ازاي تعمل ثامبنيلز احترافيه زي اللي موجوده عندنا في القناه اللي هتخليك تدفع العميل سعر اكتر بكتير. وبتتعلم كمان ازاي تجيب عميل وتبيع له الخدمتين دول. ده غير طبعا انت بتعرف ازاي تفكر زي المليونيرز او الناس الناجحين. ده غير ان احنا هنعلمك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي او الاي اي انك تخليه موظف عندك شغال 24 ساعه يعمل لك اي تاسك انت عايزه. اكبر منافسين لينا الموظفين بتوعهم اشتركوا عندنا في البرامج القديمه عشان يستفادوا بكل حاجه احنا بنقولها. فاعتقد ده لوحده جاوب لك على اسئله كتير قوي. فلو حاسس انك جاهز تطور من نفسك وتدخل الساحه بجد وتوفر على نفسك شهور وسنين من التجربه والخطا، هتلاقي كل التفاصيل موجوده في البوي. وخدها مني نصيحه، الخطوه الجايه هي بدايه حاجه جديده، ده لما تبداها. النوع التاني من الاسئله هي الاسئله اللي هتخليه يحس بالحاجه للمنتج بتاعك. واول نوع من الاسئله دي هي الاسئله اللي بتوسع الفجوه بين مشكلته وحلها. يعني على سبيل المثال لو هو كان قايل لك ان الفيوز وحشه، قول له طيب حضرتك لو الفيوز فضلت مستمره كده لمده 6 شهور ايه اللي ممكن يحصل؟ وتقول له برده طيب ايه اللي ممكن يحصل لو المشاهدات بتاعتك اتحسنت دلوقتي حالا؟ فانت كده ابتديت تعرف المشكله اللي هو شايف ان هو بيواجهها وكمان النتيجه اللي هو نفسه يوصل لها. فانت بقى هتيجي تحل المشكله دي وتوصله النتيجه اللي هو هيوصل لها. تاني حاجه في نوع الاسئله دي انك تخليه حساس، تخليه يتخيل النجاح اللي هو هيوصل له. يعني مثلا تقول له تخيل لو الفيديوهات بتاعتك دلوقتي بقت بتوصل ل3 اضعاف او 5 اضعاف الجمهور اللي بيوصلوا دلوقتي، ساعتها الموضوع هيفرق معاك ازاي؟ انت كده بتخليه يحلم، بتخليه يفكر معاك، وساعتها هو هيبقى في مرحله ان هو مستعد يسمع منك اي حاجه عشان يعرف الحل. ودي خدعه في علم النفس اساسا، ان شخص اول ما بيكون محتاج حاجه هو مستعد يسمع من اي حد على الحل ده. يعني مثلا لا قدر الله حد مريض بمرض معين مفيش اي دكتور عارف يحله، هتلاقي الشخص ده مستعد يسمع من اي حد، ممكن يسمع من دجال، ممكن يسمع من اي حد في الشارع، حتى لو هو عارف الشخص ده ممكن ما يفيدوش، بس هو لانه خلاص فقد الامل في الحل المشكله دي. وهنا بقى هنوصل لازاي تقفل الصفقه معاه بدون اي ضغط.
وهنا بقى بدل ما تساله هل انت عايز تشتغل معاه، قول له ايه الخطوه الجايه اللي لو خدتها هتساعدك توصل للهدف ده. فساعتها بقى هو هيقول لك انا محتاجك انك تعمل لي ايديت للفيديوهات بتاعتي عشان خاطر تساعدني ازود المشاهدات بتاعتي. بس انت تقدر تطبق ده في اي حاجه، اذا كان انت كوبي رايتر، جرافيك ديزاينر، ميديا باير، اي حاجه حرفيا ممكن تعمل بيها الموضوع ده. الموضوع كله فكره مبدا، انت لما بتحط المبدا ده العميل هيشتغل معاك مهما كان مستواك. بس اتاكد ان انت فعلا تكون هتوصل له النتيجه اللي انت وعدته بيها، لانك لو ما عملتش كده انت بتحط نفسك في مشكله ثانيه خالص، وهي ان العميل مش هيبقى واثق فيك تماما. والخلاصه هنا هو السر في البيع، انك تسال اسئله تخلي العميل هو اللي يستنتج قد ايه انت قوي، ولكن مش انت اللي تقول. اتمنى يكون الفيديو فاتكم. ما تنسوش تدخلوا الكوميونتي المجانيه، هتلاقوها تحت في الديسكربشن، فيها كل الكورسات المجانيه، وبنعمل فيها ماستر مايندز كل فتره عشان خاطر نجاوب على كل الاسئله. اكتبوا لي في الكومنتات ايه الفيديوهات الجايه اللي انتم محتاجينها بخصوص ازاي تجيبوا عملاء، واشوفكم الفيديو الجاي مبدئين. سلام.